لو عندك نص صدر فرخة هتعملي منه وصفة سريعة والولاد كمان بيحبوها. بس قبل أي حاجة معاكي أميرة أبو المجد، فضلا وليس أمرا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد. والأول كده نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسمي الله كده ونبتدي بالتتبيل. معايا زبداية، لو مش متاح عندك الزبادي نص كوباية من اللبن اللي هو الحليب، دي زبداية بلدي بالوش كده. تمام، مش متاح زي ما بقولك كده نص كوباية من اللبن هيأدي الغرض. معلقة كبيرة من الزيت وعصير نص ليمونة، ومعلقة صغيرة بقى ممسوحة من كل البهارات اللي أنا هقولها: فلفل أسمر، ملح، بهارات فراخ، كاري، توم باودر، وبصل باودر. من كل حاجة من الحاجات دي معلقة صغيرة ممسوحة، ما عدا بس البصل هتبقى معلقة صغيرة مليانة هو والكاري. تمام كده. معايا بقى معلقة كبيرة من خل التفاح، ولو مش متاح عندك هتستخدمي الخل الأبيض بتاعنا العادي. بس بجد خل التفاح بيدي كده يعني طعم حلو للتتبيلات وكمان للسلطة، دي فوائد كتير جدا. ومعايا معلقة كبيرة من الصويا صوص الغامق. خل التفاح أو الصويا صوص أو دبس الرمان، الحاجات اللي هي بيبقى الصوصات دي يعني دي كلها بتتشال أول ما بتفتحيها، بتتشال في التلاجة. اوعي تفتحيها وتشيليها بره في دولاب المطبخ، طبعا كده يبقى خلاص باظت. الحاجات دي مش غالية، بس تجيبي نوع محترم بيقعد عندك فترة طويلة. يعني هي مش غالية لأنها بتقعد كتير، انت فاهمة قصدي ايه؟ فهي انت بتاخدي منها لأي تتبيلة معلقة، ما بتاخديش أكتر من كده، معلقة معلقتين على قد الكمية اللي انت بتشتغلي بيها. فلما تجيبي نوع يا ريت تجيبيه نوع كويس، وزي ما بقولك بدل ما فتحتيه يبقى يتشال في التلاجة. ومعايا معلقتين كبار من الصلصة، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البابريكا. وهنبتدي بقى نحط بقى قطع الفراخ دي. صدر الفرخة قطعته كده مكعبات، وابتديت ان انا معايا بقى الاسياخ الخشب دي ببقى بلاها كده في المية، بسيبها شوية في المية عبال ما بعمل التتبيلة، وبسيبها كده يعني بعد ما بتبلها بسيبها في التلاجة لمدة نص ساعة، ما سبتهاش اكتر من كده. تمام، بس اهم حاجة تغطيها بأي كيس عندك، غطيها علشان بس التتبيلة ريحتها قوية جدا. طبعا لو في اي حاجة في التلاجة الريحة بتاعتها يعني هتاخد من ريحة الفراخ. تمام. ومعايا بقى الخضار: طماطم، فلفل، بصل. نبتدي كده اللي احنا نشك الحاجات دي كلها كده في الأسياخ الخشب. التتبيلة ريحتها قوية جدا. نبتدي اللي احنا بالطريقة دي. وبرضو يعني ايه، انا دلوقتي بصي خدت بقى من التتبيلة وحطيتها عليها بعد ما حطيتهم في الصينية بالطريقة دي علشان اشرب الخضار. انا كنت مستعجله جدا، لو مش مستعجله كنت ممكن احط لسه الخضار معاها، بس انا سبتها نص ساعه عبال ما انا ما حضرت الاسياخ وعبال ما حضرت الخضار. يعني كمان ممكن تكون قعدت اقل من نص ساعه في التلاجة. تمام. هنبتدي بقى اللي احنا نشرب الخضار ونبتدي نسيبها شويه، نولع الفرن يسخن، ندخلها كده على الرف اللي في النص ومشغلين الفرن من تحت بس. هي هتستوى وهتاخد لون، لو انت حسيتيها لسه ما خدتش لون شغلي الشوايه حاجه بسيطه علشان البصل والطماطم والفلفل ياخد اللسعه دي اللي هي بتاعه الشوايه. تمام. انا ما يعني انا ما لحقتش ان انا اشغل الشوايه، اخدت اللون من تحت ومن فوق بالطريقه دي عبال بس ما انا حضرت بقيه الاكل. بس كده. وعملنا بقى شويه سلطه. التتبيله جميله جدا، الزبدايه كده خلت قطعه الفرخه تبقى طريه. تمام. تقدري تعملي طبعا الكميه اللي انت عايزاها. انا نص الصدر ده، يعني انا معايا فص واحد من الصدر، انا لو كنت عملته اي وصفه تانية مش هيرمي معايا، اما الوصفه دي كده رمت معايا وما خدش وقت. التتبيله سريعه، استوت طبعا عشان متقطعه قطع صغيرة. وعبال بس ما عملت المكرونة، سلطة زبادي بالخيار، سلطة طحينة، قطعنا بقى طماطم مع فلفل ألوان مع خيار. عملنا وجبة محترمة
من فص واحد من الفراخ. يا ريت تجربوها بألف هنا وشفا على اللي يجربها. وتقدري طبعا تاكليها كده مع المكرونة، أو تحطي السيخ كده تطلعيه كده في الرغيف وتحطي شوية من السلطات. بألف هنا وشفا، والسلام عليكم.